شباب انا غيرت هاي البطاريه، كانت عندي البطاريه واقفه يعني، غيرت البطاريه. بعد ما غيرت البطاريه اكتشفت انه الابواب السياره اليميني القداماني والخلفي ما عاد يقفلوا، او كلها ما عاد تقفل بالريمونت يعني تبعها ما عاد تقفل، والمساحات قدام وورا ما عاد اشتغلوا، الشنطه الورانيه الخلفيه كمان ما عاد فتحت. المهم رحت على مصلح يعني كهربجي عربي، قلنا له هيك القصه، قال انت مركب بطاريه اسيد ولا جيل؟ قلت له لا ركبت بطاريه اسيد. قال لا بدك تجيب وحده جيل. انا ما اقتنعت يعني، انا طبعا بشتغل سواق سيارات يعني وعندي فكره على الكهرباء والميكانيك، ما اقتنعت بهذا الكلام انه شو دخل بالبطاريه، هي عباره عن تعطي انه شحن للسياره بس، تعطي كهرباء للسياره يعني شو دخل اذا جيل ولا غير جيل. المهم ما اقتنعت منه، رديت رحت اخذتها لعند واحد ثاني كهربجي وميكانيكي ثاني كمان عربي. قلت له هيك القصه، وعندي الشنطه ما عم تفتح كمان، والابواب كلياتها ما عم تقفل، والشنطه ما عم تفتح، والمساحات ما عم يشتغلوا لا قدام ولا ورا. اللي بيكون عندك من بهذا الكبل، هذا الكبل اللي رايح ليكو، هذا الكبل قال بيكون من البرد، قال مطقطق وفاصل الكهرباء. قلت طيب مطقطق فاصل الكهرباء، بعرف انك بتفصل الكهرباء على الشنطه، اما مو معقوله الابواب القدامانيه والمساحات قدام وورا تاخذ كهرباء من الشنطه من ورا. قال لا هيك. قلنا له شو بتكلفنا هي العمليه؟ قال والله بدي افك لك شو اسمه السرسيون الكهرباء من هون، وفك السقف وفك الكذا، والحق السرسيون لوين ما بعرف شو. المهم قال لي هي اولها بدائيا قال لي بتكلفك 350 يورو، وبعدين شو بنحط على السياره ما بعرف. كمان والله العظيم ما اقتنعت. حملت حالي ورحت على شركه الفولكس فاجن بالذات على الشركه، قلت لهم هيك القصه. اول ما وصلت قلت لهم هيك القصه، عندي الابواب ما عم تقفل السياره، والشنطه ما عم تفتح، والمساحات قدام ورا ما عم يشتغلوا، بعد ما غيرت البطاريه فقط لا غيرها يعني، ما سويت فيها، كانت بالاول كلها شغاله. انا شو بيقول لي الشركه، الشيف يعني طلع لعندي على السياره وشافها، قال لي بدك غيار هذا القفل تبع الباب، وغيار هذا القفل، وغيار قفل الشنطه. قلت له طيب اذا انضربت الكهرباء غيار هدول الثلاث قفوله ماشي الحال، ما عاد فتحوا وعاد سكروا. طيب شو دخل المساحات من قدام من ورا؟ قال المساحات من قدام من ورا بعدين بنقول لك عليهم شو بيكلفوا او شو بدهم. قلنا له شو بكلفنا هي العمليه؟ قال مبدئيا 1400 يورو تغيير 3 قفوله ابواب. والله العظيم ما اقتنعت يا جماعه. رحت اشتريت مفك فاحص واجيت وفحصت الفيوزات هدول، واذ يطلع عندي هذا الفيوز ليكو، هذا رقم 15. هلا هو لازم يكون رقم 10، انا جبته هو كان 10 بس انا ما عندي 10، ركبت واحد 15. ركبته فحصتهم قام طلع هذا محروق. بعد ما ركبته كل شيء جربت اشتغل كل شيء يا جماعه، اقسم بالله كل شيء اشتغل مثل ما هو. شوفوا الشركه بده يحطوني 1400 يورو مبدئيا، والواحد سوري ثاني عربي يعني ثاني ما بدي اذكر شو اسمه، عربي ثاني قال لي الشنطه يعني بيجف لي الشنطه 350 وبعدين مش بده يحط ما بعرف، وكهربجي ثاني اللي بتغير البطاريه لجل. ما اقتنعت. طلع كل هالعمليه فيوز يا جماعه والله ب 50 سنت ما بيطلع حقه. ركبته كل شيء اشتغل.